لو انت شفت كل الاجزاء اللي فاتت من حكاية بايشو فروح للدقيقة ديت هتلاقي الجزء الجديد. ولو كنت فاضي او مشغول فعاوزك تصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وهيا بنا نبدأ على بركة الله. حكايتنا بتبدأ مع ولد اسمه بايجو، ده ممارس قوة أسطوري وصل لآخر ليفل وخلاص داخل بوابة عالم القوة، بس فجأة بيظهر له إمبراطور رخم وبيقول له معلش يا ابني المكان جوه زحمة وما فيش تقديم لطلبات جديدة، ارجع بدل ما اديك صعقة تموتك. بايوشي طبعا ما تعودش انه ينسحب وقال للإمبراطور أنا بقالي 300 سنة بتدرب وفي الآخر تقول لي زحمة، ده أنا هفرتك دماغك. وفعلا خبط الإمبراطور خبطة بسيفه خلى الإمبراطور يتلاشى، وبعد ضحكة بسيطة منه بتجيله صدمة اللي بتصدم الكل. بدل ما يروح لعالم القوة بايوشي لقى نفسه فجأة في جسم واحد كحيان والناس نازلة في ضربة، شوية بلطجية محاصرينه علشان الولد صاحب الجسد الأصلي حاول يشقط بنت تخص أخوهم الكبير. بايوشي في الأول كان بيسأل نفسه هو ده عالم القوة؟ هما الإمبراطورية هناك بيضربوا بالأقلام كده؟ واحد من البلطجية قال له بص لنفسك يا عبيط، لو بوست رجلي هسيبك. بايوشي بصله لقى ان جسم الولد ده مفيش فيه اي طاقة قوية خالص، فعرف ان هو مش في عالم القوى. البلطجي لسه بيحتف قبضة ايده، بايوشي مسكها بايد واحدة وقام واقف بكل هيبة وقال له يا امبراطور خلصت رغية. الولد اتوتر وبايوشي قام مديله ركلة طيرته في السماء. البلطجي التاني ولع نار زرقاء في ايده وقال هعلمك يعني ايه سوبر باور. بايوشي كان مستغرب، سوبر باور ايه يا ابني ده انت ليفل سحلية. وبالرغم من ان بايوشي طاقته القوية لسه ضعيفة إلا إنه بمهارته دغدغ الولاد دولت بوكسات في بطنهم وخلى الولد ده بالذات يخبط في الحيطة وينام فيها. والبلطجية في الآخر قعدوا على ركبهم يترجوا إن هو يسيبهم، فسابهم يجروا يشتكوا، وساعتها بيروحوا للمدير ويقولوا له الحقنا الولد ليان العبيط السوبر باور بتاعه صحى فجأة. هنا بايوشي بيفهم الحكاية، الجسم ده لشاب اسمه ليان يتيم وأهله ماتوا وهو صغير واتبناه واحدة صاحبة أمه اسمها ليون. الولد ده كان عنده توحد والناس كلها بتتريق عليه، وبايوشي عرف ان حركته فوق ما رجعتوش امبراطورة، ديت رجعته تاني في جسم بشري ضعيف في عالم السوبر باور. وفجأة تظهر البنت جيا بنت الست اللي تبنيته وجت تجري عليه وهي خايفة وبتقول له ليه بيضربوك تاني يا غبي؟ لو مش هتعرف تضربهم اجري، واستخدمت قوتها علشان تعالجه. بايوشي افتكر ان البنت ديت كانت دايما بتحميه وان البلطجية بيضربوه اصلا علشان هو قريب منها. بدأ يفهم ساعتها ان السوبر باور اللي بيقولوا عليه هو قوة العالم ده بس بنظام مختلف. ولما البنت سألته ما بينطقش ليه وضربته على جبهته استغرب وقال لها ازاي بشر عاديين يقدروا يؤذوني؟ البنت افتكرت ان التوحد ده زاد عنده، قالت له فكك ويلا بينا ماما مستنيانا على الغداء. وهم ماشيين بايوشي كان مذهول، عمارات طالعة للسما وحديد بيمشي بسرعة البرق والناس لابسة لبس عريان ومفيش اتيكيت خالص. بس اللي شغله فعلا هو ازاي هيبني قوته من جديد في عالم طاقته القوية شحيحة جدا. وصلوا ساعتها للبيت بس لقوا البعبع مستنيهما جي تشينغ ابو البنت جيا، راجل منظره يرعب وكان جاي يضايق امهم. الست ليون طردته بس هو مشى وهو بيتوعد لهم انه هيرجع من تانية. بايوشي حس ان الراجل ده وراه مصيبة وقرر ان هو لازم يرجع قوته باسرع وقت علشان يحمي الناس اللي بيحموا دلوقتي. راح الحديقة بالليل وقعد يمارس تقنية القوة القديمة اللي اخترعها في حياته السابقة. وبرغم ان طاقة العالم ديت ناشفة وقليلة الا انه قدر يجمع ال3 قوة في عضلة ووصل للليفل الخامس من تطهير الكي في غمضة عينه، وده انجاز اسطوري ما بيعملوش حد غيره. وهو قاعد لقى بنت اسمها جوتيانا وقع واحد كان عاوز يطردها. الواد قرب منها وقال لها تعالي نلعب شوية. بايوشي اتدخل ببرودة والولد البلطجي اتعصب وقرر يوريه قوة المستوى التاني بتاعه. بايوشي بصله بصة واحدة الرعد تحول لحجر والولد اتفزع وقال انت قوتك اعلى مني بكتير. بايوشي علمه درس في الادب وقال له المستويات ديت للاغبياء اللي زيك، وقام كحت واحد بوكس خلاه ينسى اسمه. البنت من كتر الخوف لزقت في ظهر بايوشي بس فجأة ظهر اخوها جوتيانا وافتكر ان بايوشي بيعكسها. الاخ ده كان ليفل 3 سوبر باور ونزل في بايوشي ضرب وتهديدات بالقتل. بايوشي بمهارة المعلمين قعد يراوغ وقال له بطيء جدا يا حبيبي، رمى على شجرة
وحط رجله على دماغه. الأخ اتجنن واستخدم تقنية النار، بس بايوشي عمل درع الداو والنار ما لمستش شعره منه. بايوشي لقى ان قلب الولد ده يقف من كتر الضغط، فقام ضاغط على نقطة معينة في جسمه هدت الطاقة وأنقذت حياته. البنت فاقت ساعتها وشرحت لأخوها ان بايوشي هو اللي أنقذها من الولد ده، والأخ ساعتها بيعتذر ببؤسة، وبايوشي كان هيمشي ويسيبهم ساعتها، لكن فجأة سمع صوت ضحك عالي جدا لراجل عجوز جاي من بعيد. بطلنا بايوشي اللي في جسم مليان مالوش في جو الدراما ده، فاختصر الكلام مع العجوز جوه حفيده وقال له حصل خير وخد بعضه ومشى. العجوز فضل باصص عليه بذهولة، كأنه برغم انه باحث في السوبر باور الا انه حس ان اللي عمله بايوشي ده شيء اسطوري مكتوب في الكتب بس. اما البنت تشين فضلت تضحك وبتقول انه كيوت جدا ونفسها يعالج رجل جدها، والجد امرهم يجمعوا كل المعلومات عنه لان الشخص ده لو طلع هو الاسطوره اللي بيدوروا عليها فعيلة جو هتنتقل في حته تانية خالص. وتاني يوم ليو دخلت اوضه بايشو ومعاهم طقم مدرسه جديد شيك جدا، وقالت لهم ان ده علشان اول يوم مدرسه. بايوشي شكرها بادب وده خلى جي تستغرب وتقول له انت بقيت مؤدب قوي امتى، وبدات تهزر مع مامتها وتقول لها انت جبتي له طقم ب3 شهور من مرتبه وانا لا. بايوشي بص للطقم وحس قد ايه العيله ديت فقيره بس بيحبوه بجد، فقرر في نفسه انه من هنا ورايح هو المسؤول عن حمايه العيله ديت مهما حصل. دخل بايوشي المدرسه الدوليه اللي كلها اولاد اغنياء واصحاب نفوذ وسوبر باورز، وبمجرد ما دخل بطقمه الجديد كل الانظار بقت عليه من كتر هبته. الطلاب كانوا مذهولين وبيقولوا مش ده الولد اللي عنده توحد، ده باين عليه برنس. بس طبعا البيئه لازم تظهر، فطلع للولد تشين هو الشرير بتاع المدرسه يا صديقي ومع شلته، وبداوا يتنمروا عليه ويقولوا له فاكر لما تلبس نظيف هنعاملك كانسان طبيعي، انت حشره. الولد تشين هو حاول يمد ايده على بايشو ساعتها، بس بايشو بصله نظره رعب وقال له شيل ايدك القذره ديت من عليا. ولما الولد منفذش كلامه بايوشي مسك معصم ايده وعصر عصره خلت الولد يصرخ من الالم ووشه يزرق. الطلاب اتلموا وهم مش مصدقين لان تشين هو ده عنده قدرات من المستوى الخامس وابو من مديري الجامعه، يعني واسطه وقوه. بايشو بدا يحلل الموقف بعقله المزارع الاسطوري ويقارن بين ليفل السوبر باور والكي بتاعه، ولقى ان ليفل 5 في العالم ده يدوب بيساوي تطهير الكي عنده، يعني لسه في البدايه خالص. تشين هو اتجنن وبعت كلابه يضربوا بايشو، والولد بايشو بكل رجوله شد جي من وسطها علشان يحميها من بوكس كان جاي في وشها، وطبعا البنت وشها قلب طماطم من القرب ده. بايشو فرتك العيال ديت وواحد منهم حاول يستخدم سرعه الرياح علشان يغدر بيها، بس بايشو قال ديت حركه عيال وقام لافف ونزل فيهم ضربه. تشين هو قرر يتدخل بنفسه واستخدم ضربه الوميض القويه، بس بايشو وقف الضربه بصباعه واحد بس. الولد وقع من الرعب وهو مش فاهم ازاي ليفل 5 بتاعه وقف قدامه ليان العبيط. بايوشي قال له الخبره هي كل حاجه، ونزل فيه ضرب لحد ما طير له اسنانه واغمى عليه، والطلاب كانوا فرحانين ان المتنمر ده خد له علقه موته. الخبر ساعتها بيوصل لابو تشين هو الراجل الغني تشين شياوا اللي اتعصب جدا لما عرف ان ابنه اتهان، وقرر يبعت وراه رين وكونج، ودول بقى عندهم قوه مرعبه، وكل ده علشان يربوا بايشو. وهم راجعين من المدرسه بايشو كان مركز في انه وصل لليفل السابع في تطهير الكي بفضل طاقه الجامعيه القويه، بس فجاه جي لاحظت انه مش مركز معاها، ولما لفتت انتباهه بايشو حس بخطر، فقام زي البنت فجاه قبل ما ازاز المبنى اللي جنبهم يتكسر ويطير في كل حته. هجوم مفاجئ جرح بايشو في وشه، ويظهر قدامهم رين وكونجا وهو بيقول بابتسامه مش بطاله واد لسه صاحي عنده السوبر باور وقدر يصد هجومي. بايشو حس ان طاقه الراجل ده تعادل ليفل 9 عندهم، وقال في نفسه اخيرا لقيت خصمي يستاهل. رين استخدم قوه النار وبدا يرفع بايوشي بقوه خفيه، وبدات ملامح المعركه الحقيقيه تظهر ساعتها. بايوشي اللي هو في جسم ليان كان واقف مركز في هجوم رين كونجا، وحس ان الحركات ديت مش غريبه عليه، ديت اساليب قديمه من اللي كان بيشوفها في حياته الاولى. رين قام حدفه ساعتها بكل قوته في الحيطه لدرجه ان المبنى اتشرخ نصين، وما اكتفاش بكده ده بعت وراه كومه رماد وحجاره علشان يخلص عليه تماما. البنت شي شافت المنظر وانهارت من العيط وهي بتصرخ وبتقول ان ليان مات بسبب الغباء اللي كان فيها. رين قرب منها بابتسامه صفراء وقال ما تصرخيش، المعلم مش محتاجك، بس انا ما عنديش مانع اوسخ ايدي بدم كمانية. بس فجاه رين حس بحاجه
ورا ظهره، ولما لف هنا كانت الصدمة. بايوشي لسه عايش وطلع من تحت الرماد بمنتهى الامبراطورية، وبدأ يتحرك بخفة غريبة خلت ريد يتوتر وما بقاش فاهم ايه نوع السوبر باور اللي عند الولد ده. بايوشي غمض عينه وركز وافتكر ان في تلاميذ في تيانجو كانوا بيستخدموا نفس الاسلوب ده وكانوا بيعتبروا نفسهم اقوياء زمان، فبص له كده ببرود وقال له لو فاكر ان حركتك القديمة ديت هتنفع معايا تبقى غلطانة. نزل بايوشي عليه زي الصاعقة، تفادى الايادي الشبحية وضربه ضربة ثبت في الارض. رين قام وهو بيبصق دمه مش مصدقه ازاي الولد ده هزم تقنيه الظل، جمع كل قوته حدف عليه كسر حجاره بكل غله، بس بايوشي ما تهزش، مسك سيخ حديد كان مرمي جنبه واستخدم تقنيه سيف لينوا وبحركه واحده قطع الحجاره ديت لفتافيت صغيره. رين اتصدم وقال ده سيف ده ولا ايه، وشاف في بايوشي مهاره ممارسي حقيقيين قبل ما سيخ الحديد يخترق جسمه. بايوشي حط السيخ ورا ظهره وقال انت مهارتك كويسة بس مش عارف تدرب جسمك صح، وعلشان كده انت خسرت. وبعدين بايوشي بطل تمثيل وضحك ضحكة هبلة لما افتكر انه مسك سيخ حديد مش سيفة، وقال في نفسه ان العالم ده مختلف فعلا عن العالم اللي كان عايش فيه. جي ساعتها جريت عليه تسأله عن حاله، فقام قايل لها ببرود الضعفاء دولت ما بيقدروش يؤذوني. فالبنت اتغاظت وقالت له انت بتهزر، ده انا كنت هموت عليك من الرعب. رين لسه بيحاول يتكلم وقال الموضوع لسه مخلص، لو غلطوا في عيلتي المعلم هيخلي حياتهم كلها تتدمر. وفي اللحظه دي ظهر تانجو واخته تانزهين ورجالهم كانوا معاهم، وقالوا لما نشوف مين اللي يتجرأ يلمس ضيف عيلة جو. رين اتصدم لما عرف ان بايوشي تبع عيلة جو الاسطوريه، والبنت تانزهين جريت على بايوشي وحضنته وهي بتقول خفت تضيع مننا، وقعدت تشتم فيه وتقول له ريحتك حلوه. وبايوشي كان بيحاول يفتكرهم بالعافيه. جي طبعا ولعت من الغيره وقالت مين ديت كمان يا سيليانا. وبايوشي بمنتهى البرود قال لتانزهين انا ما اعرفكيش سيبيني في حالي. فالبنت زعلت واخوها تانجو شدها وقال معلش هي نيتها طيبه بس جهله شويه. رين كان واقف هيموت من الرعب لان عيله جوا نفوذها في كل حته، جيش واقتصاد وسياسه، ومحدش في المدينه يقدر يوقف قدامهم، وعيله وانجي ما تجيش فيهم حاجه. فرين بدا يبوس الايادي ويطلب السماح ويقول ان تشين شياو هو اللي امره بكده. بايوشي قال ده ابو تشين هو، وعرف ان الخيانه اللي بتصفيه حساباته. تانجو قال ان تشين شياو كان مجرد كلب عند عيلتهم زمان، وطلب من بايوشي يسيب الموضوع ده عليه علشان يصلح غلطته مع ضيف العيله العزيزه. بايوشي وافق وحذر رينا انه لو قرب منه او من جي تاني هيحاسبه حساب عسيره، والولد جرى من قدامهم وهو بيقول فهمت يا عم الحاجه. جي سالت بايوشي ساعتها هما دولت فعلا عيله جو القويه، ولما اتاكدت فضلت واقفه مكانها مش مصدقه. تانجو ساعتها بيعزم بايوشي على بيتهم علشان يشكره. بايوشي في الاول رفض وقال انه ما عملش حاجه تستاهل، بس البنت تانزهين قعدت تدلع وتلح عليه علشان جدهم ما يزعلش. بايوشي لاحظ حاجه غريبه في تنفس البنت، فقام شددها ناحيته فجاه، والناس افتكروا انه هو هيعمل حاجه غلط، خصوصا لما مد ايده ناحيته. جي اتصدمت وتانجو ابتسم وقال حتى البطل ما قدرش يقاوم الجمال. بس بايوشي كان بيدور على قلاده في رقبتها، طلعت القلاده وقال في نفسه ان ديت كنز من كنوز العالم. تانجو اتضايق انه كان فاكر ديت حاجه تانية، ويجي قالت ان بايشو رجع له التوحد بتاعه وبقى مهتم بالاحجار. تانزو قالت لهم ان ديت مجموعه جدتهم القديمه اللي بتدرس الحاجات الشريره، وقالت له لو مهتم تعالى البيت جده عنده كنوز كتيره. بايشو فكر ان الجد ده اكيد فاهم في الكاوتشو، وقرر يروح يشوف الكنوز ديت يمكن تساعده يرجع قوته. ولما وصلوا القصر جو كان مجهز سفره اكل فخمه جدا. جي استغربت من رقي المكان، بس بايشو دخل في الموضوع وسأل الجد جبت القلادة ديت من هنا؟ الجد وشه وقفل لثانية وقال ان عنده مخزون مليان كراكيب قديمة، وسأل بايشو لو في حاجة عجبته. بايشو قال بما ان عندك كتير منهم اكيد عارف قيمتهم. الجد ضحك وعرض عليه عين المجموعة كلها. بايشو وافق، والجد طلب من احفاده يضيفوا بايشو، وهو خده ونزلوا بالاسانسير للدور الارضية. بايشو حس بطاقة غريبة جدا مألوفة ليه وبدأ يتحمس. نزلوا القاع والجد كح دم في منديل وقال ما تقلقش دي
ديت عادة قديمة. وبايشو لاحظ الكرسي المتحرك بتاعه، فكر إن وجود الكنوز ديت معناها إن في ممارسين في العالم ده بس أثرهم مختفي ليه. بص على الكنوز اللي كانت موجودة ولقاها حاجات بسيطة ما تهزش غير واحد لسه في مرحلة تأسيس الكاية. الجد حس بخيبة أمل إن الحاجات ما عجبتش بايشو، وقال عندي حاجة تانية ما عرفش استخدمها، يمكن تفيدك انت ولا حاجة. واخدوا لمكان فيه خاتم ذهبي، وبايشو عرف فورا ان ده مصدر الطاقة الملعونة في المكان. الجد قال اللي بيلمسه بيتجنن او بيتحرق بنار سوداء، وبايوشي قال له ديت مش لعنة. وفجأة الختم كسر الازاز وطل لوحده لبس صباع بايشو. الختم بدأ يطلع طاقة سوداء مرعبة، والجد خاف وعمل درع وقال استنى، بس بايشو النار ما لمستوش. والجد عرف ان هو الشخص اللي كان الخاتم مستنيه. بايشو دخل بوعيه جوه الخاتم ولقى نفسه في مكان حر جدا وفي كلب ب3 رؤوس. بايشو افتكر ان في حياته اللي فاتت تعب علشان يروض الكلب ده، وما كانش متوقع يقابله هنا وهو مجرد كلب صغير. الكلب هجم عليه ونفخ النار، بس بايشو بصله بصة رعب وقال له اقعد. فالكلب اتثبت في الارض وبقى جرو صغير. بايشو شاله من رقبته وقال له انا سيدك دلوقتي، لو عصتني همحك من الوجود. والكلب اتكرمش من الرعب. بايشو عارف ان الكلب ده هيقدر يعمل لنفسه جسم بقوة مساوية لقوة بايشو فيما بعد، واكيد هينفعه في المستقبل. رجع بايشو للواقع ولقى الجد فرحان جدا، بس الجد كح دم تاني واغمى عليه. بايشو فحص نبضه وعرف ان الجد متسمم بسم هيشين رينا، واستغرب مين يتجرأ يسمم رئيس عيلة جاو. قرر يعالجه كشكر على الخاتمة. في اللحظة دي دخل داميان ابن الجد والدكتور اندور كمانية، وزعقوا في بايشو وافتكروه بيأذيه. بايشو بقى ولع نار سوداء في ايده وقال في نفسه اغبياء. الاحفاد دخلوا دافعوا عن بايشو، بس داميان قال ازاي تسموا العيل ده معلمة. الدكتور اندرو استخدم سوبر باول ميه علشان يعالج الجد، بس بايشو قال له السم وصل للقلب والميه مش هتعمل حاجة. وفعلا الجد ساءت حالته، والدكتور قال جهزوا للدفن. تانزيان عيطت وطلبت من بايشو يجربه، بس داميان رفض واتهم بايشو انه السبب. بايشو قال له لو ضيعت وقت كتير اكيد هو هيموت. وقال كمان للدكتور انت شكلك دكتور فاشل وشكلك بتماطل عن قصده. داميان اتعصب وامر الحراس يقبضوا عليه، فبايشو فرقع صوابعه واستدعى كلب الحمم اللي ارعب الحارسه. بايشو قرب من الجد وبدا يستخدم الابر الصينيه ساعتها علشان يطرد السم من الجسم، والدكتور اندرو اتصدم وقال ديت ابر صينيه حقيقيه. بايشو حقن طاقته في الابر والسم الاسود بدا يطلع، والجد فتح عينه وقام كانه ما حصلوش اي حاجه قبل كده. الكل اتصدم والجد شكر بايشو جدا، بس بايشو حذره وقال له لو اتسممت تاني اكيد هتموت. داميان وشه جاب الوان وحاول ينكر ان فيه سم من الاساس، بس تانزيهان واخوها بداوا يشكوا فيه لانه جدهم طول عمره صحته كانت حديده، لكن هو لما ظهر بدا جدهم يتعب. في الوقت اللي داميان كان واقف فيه مش مصدق نفسه ومصدوم لانه كان متوقع نتيجة تانية خالصة. جوين الجد بص لايده وقال انه حاسس انه احسن لاول مرة من ساعة ما تعب، وشكر ليان بايشو على مساعدته. ليان رد عليه ببرود وقال له انه قدر ينقذه بس لان ربنا ستره وهو كان موجود، لكن في المستقبل لو حد تاني سممه فمش هيقدر يعمل حاجة غير انه يدعي له بس. تانزيهين وتانجو يدركوا ان الموضوع اكبر بكتير من مجرد مرض، وبداوا ان هم توتروا معه. داميان وشه قلب الوان وقرب من ليان بتهديد وقال له ما تفتكرش انك تقدر تقول الكلام ده لمجرد انك عالجت ابويا، مين يقدر يعمل كده تحت حماية عيلة جوا. وزعم ان صحة ابوهم تدهورت بسبب قدرات السوبر باور الخاصة بلينا. ليان لاحظ ان داميان لسه بيفتري وبيزعم ان هو اهان رئيس العائلة، ولما داميان ما لقاش رد تانزيهين قالت له ان عمها داميان كان دايما غريب الاطوار، وبعدين جدهم ما كانش بيدرس قدرات غير طبيعية من زمان. اخوها وافقها وقال ان جدهم كان دايما بصحة كويسة، ولما بدأ ياخد ادوية عم داميان صحته اتدهورت. جوين الجد ايده اتشدت وبدأ يشك هل ابنه داميان بيسممه. داميان في اللحظة ديت مسك تانجو من هدومه وزعق هو بيقول ايه؟ شوية غرباء بيقولوا كلام فارغ، وبدأ يشكك في كلامهما. تانجو قال له اهدى هو مجرد بيحلل الموقف وبس. جوين بص لابنه بجد واداله الادوية اللي كان بياخدها وسأله لو ابنه يقدر يجرب علشان
علشان يثبت براءته. داميان اتعصب وقال له انت بتشك فيا. ليان اداله الدواء وقال له اشربه طالما مش مسمومه، بس داميان اتوتر وردة فعله دي خلت ابوه يغضب جدا. داميان ساعتها سأل ازاي يشك في الدواء، والدكتور اندرو كان بيقول ان الاعشاب الطبيعيه ديت امنه للناس العاديين. داميان عض على اسنانه بالغيظ وقرر في نفس الوقت انه مش هيسمح لليان يبوظ يومه، وازاي يتجرأ يورطه في حاجات زي ديت كلها. فجأة داميان طلع مسدس وضرب نار على الدكتور اندرو وقال له اخرس، بس ليان اتصرف بسرعه، مسك الرصاص بايده، والدكتور كان مرعوب وقال ان ده يعتبر اعتراف ان الدواء مسموم. جوين اتاكد ان داميان هو السبب وزعق في المكان، بس داميان زعق وقال انه مفيش حاجه غلط في الدواء وان الدكتور هو اللي سممه علشان يورطه. الدكتور اندرو رفع ايده بخوف وقال ان ده مش الحقيقه، ازاي يتجرأ يسمم دواء رئيس العائله كده وبعدها يخبطوا فيه. ليان ساعتها لاحظ ان داميان مش هيعترف غير لما يشوف الموت بعينه، وظهر قدامه فجأة وبحركة ايد واحدة طيره للسطح وقطع كام قميص. بسبب كده الكل شاف بقع حمراء على دراعه، والكل بدأ يستغرب بايده. الدكتور اندرو قال ان ده مش بقعة، ديت ندبة من سم بياكل الجلد. ليان قال انه لما وصل لاحظ ان نفس جوين مش منتظم، وان داميان سمم دواء جوين بالجذع الاحمر المطحون، ومع الوقت السم ده اتغلغل في جسده، وده مش بيموته فورا بس بيقتله مع الوقت. داميان اترعب وسأل ده معناه اني متسمم انا كمان، وانه مش عاوز يموت. وقع على ركبه قدام ليان وقال ان في قليلين في الصين يقدروا يعالجوا سم الجذر الاحمر، وطلب مساعدته. تانزهين كانت مصدومه هي كمان وقالت لجده انه بجد سم، ووش جوين ساعتها بيقلب. وبايشو ركل داميان وقال لهم يخرجوا من المكان. داميان اتلف لابوه وقال له انه عارف انه غلطان، وانه بسبب هوسه عمل غلطه كبيره جدا، وطلب منه انه هو يسامحه. جوين قال له انه حاول يقتل ابوه وافترى على غيره، وانه مالوش مكان تاني في عيلة جوا، وانه احسن يروح لمكان التحقيق علشان يعذبوه هناك. داميان تخيل التعذيب هناك واتفزع، والحراس مسكوه وهو بيتجرأ. ابوه ما اتكلمش ولا كلمه، ووصفه بانه غير انساني وخدوه من المكان. تانزهين قالت انها مش مصدقه ان عمها يعمل كده، مش هم عيله. اخوها قال لها ما تزعليش، لحسن الحظ ان المعلم كان موجود النهارده، والا جدها ما كانش هينجو. جوين اعتذر لليان وقال له ان ده بسبب قله الانضباط، ودلوقتي هو حاسس انه عظيمه وعاوز يناقش معاه حاجه مهمه. هل يعرف المصدر بتاع خاتم ووجو اللي معاه؟ راحوا المكتبه ساعتها وقعدوا على الترابيزه. جوين اداله كذا صوره بتبين اثار الاطلال، وقال له انه في شبابه اكتشف مقبره وبعت الناس يستكشفوها، ومعظم المجموعات القديمه بما فيهم خاتم ووجوه اتلاقوا في المقبره ديت. ليان بص على الصوره وفكر ان اطلال بالحجم ده لازم تكون في عصر الزراعه القويه، مليانه طاقه روحيه، والاغلب فيها حاجات تانية مخفيه تحت الارض ويمكن تساعده في زراعه التقنيه بتاعته. سأل عن المكان الحالي للاطلال ديت، وجوين رد عليه ان هم لما كانوا بيستكشفوا المقابر مرؤوسين بغبائهم فعلوا حاجه اسمها الماكوزيرم، وديت اداه للتدمير وانهيار المكان، فمش هيقدر يشوف الاطلال بنفسه. بس لو ليان عايز هيحاول يدور على باقي الاثار. جوين سأل لو بايشو شايف ان الابحاث ديت هتجيب لهم قوه تانية جامده جدا، ولو عاوزها تساعده في الممارسه بتاعته فهو هيعمل اللي عليه. بايشو رد عليه انه ما كانش عاوز القصه تكون مطوله ولا ملتويه كده، وانه عاوز الاطلال وبس. هنا العجوز بيقول له انه لما كان شاب كان مهووس بالسلطه والمال، وفكر ان بالسلطه المطلقه والقدرات الخارقه يقدر يكون هو الاقوى، بس بعد بحث عميق عرف ان القدرات ديت ليها عيوب ضخمه، والسلطه ديت بتفسد عقل الانسان. بس زمن العجوز كان طماع واستمتع بفوائد البحث، وتجاهل كل المخاطر وقرر ان هو يكمل في الموضوع، وما كانش عارف انه لما بص في الهويه غرق في اعماقها زي روح محبوسه في الظلام. القدرات الخارقة بتتجاوز بكتير قدرات الإنسان العاديين، وخايف إن ناس أبرياء ومتهورين يكرروا نفس الغلطة، فدرس الممارسات القديمة سرا. ليان فكر إن القدرات الخارقة كانت خاصة بس بالممارسين العظماء، وهم بس اللي يقدروا يستحوذوا على القوة بتاعتها. لكن جوين قال إنه ما بيطلبش منه حاجة في المقابل، وفرصة مساعدته ديت كانت حاجة حلوة لعيلة جوا، بس لو ليان يقدر يعلمهم الفن ده هيأمن له مستقبل عيلته. بايشو رجع الصورة وخرج، وقال إنه لما
لما يلاقي الآثار ممكن يناقش باقي المواضيع. وفي الوقت ده نادية وإنجين كانوا في فوضى كاملة. تشين هو دخل وطلب بسعادة من أبوه تشين شياو إنه يصفي الأمور مع الولد ليان، وإذا كان هو علمه درس. شاف الركام تحت رجله وعبس وسأله إيه اللي حصل هنا، مين العصابة اللي العجوز الغبي ده اتورط معاها تانية. تشين شياو بصله وشاف وشه المضروب وصرخ بسهولة ده فعلا أبوه، إزاي اتضرب كده. تشين شياو بضغينة ضرب ابنه في وشه وخلاه يقع وزعق إنه دايما كان بيسبب له مشاكل. ابنه مسك ايده اللي كانت بتحرقه من الغضب وسأله ليه عمل كده. تشين شياو ما ردش وزعق له يخرج من قدامه. وبعد كده افتكر اللي حصل. تانجو جه ودمر كل حاجة لأنهم تجرأوا يهاجموا ليانا. مسك راسه وقال إن ابنه غبي ومغرور واختار الشخص الغلط اللي يحاربه، وكمان طورت مع عائلة ليانا. وكونج اللي اتضرب برضه طلب منه يهدى وقال له طالما وانجين استفز عائلة جوا مفيش فايدة من الغضب على السيد الشاب، الأولوية دلوقتي هي الترفيه عن عائلة جوا. تشين شياو ضربه كانج وقال له يسرع ولو عمل غلطة تانية هيخليه يندم إن هو اتولد. وكونج رد بحماس إنه فهم كل حاجة ومشى من المكان. وفي اليوم التاني ليان وجي كانوا بيتمشوا في الحرم الجامعي وسألته اتكلم في ايه مع رئيس جوا. لما خرج كان وشه أبيض تماما، بس لما خرج يودعه كان بيلمع من الفرحة. ليان رد عليها إن هم كانوا بيناقشوا صفقات. البنت فورا تخيلت ليان وتنزهين في لبس الزفاف وأملت إن هم يكون بيناقشوا تجارة مش جواز. الفكرة دي خلتها ترتعش وصرخت إن ده مش هيحصل، ونفخت خدودها بزعل وقالت له إنه ما يقدرش يسيبها هي وأمها، وده خلاه مستغرب من كلامها. وفجأة حد ناداه وكان هو تشين هو. الطلاب لاحظوه وحد قال إن ليان ضربه امبارح ودلوقتي عاوز يصفي حساباته. تشين هو واصحابه قربوا منه بسرعة بس حصل اللي ما كانش حد يتوقعه. الاتنين وقعوا على ركبهم قدامه وطوا راسهم وطلبوا منه السماح. الطلاب التانيين استغربوا وحد سأل ليه بيتكلم مع الغبي ده كده، ده ابن الرئيس خايف من ايه يحصل. صاحبه اقترح عليهم ما يتورطوش مع ليان طالما تشين هو اتسامح معاه. ليان مشى من قدامهم وقال لهم يروحوا ما يقربوش منه من تاني. جي ساعتها بيجي لها رسالة على تليفونها، شافتها وشها اللي بخوفه. ليان لاحظ ده وسألها في ايه. هي ضحكت تاني وقالت له كل حاجة تمام ولازم يروحوا الى الحصص هتبدأ. اتضح ان دونج بعت لها يطلب مقابلتها يوم السبت. وبعد كام يوم السبت المشمس جه والبطل كان قاعد في وضع تأمل جنب ملعب كرة قدم ضخمة. الطلاب اللي كانوا بيمروا ويشوفوه بدأوا يتكلموا وحد سأل ليه متجمد كده، فرد واحد عليه ان هم مش لازم ياخدوا بالهم منه وان هم عارفين حالته الخاصة ديت كويسة. حد تاني ضاف ان هم لازم يتكلموا بهدوء لان تشين هو كان بيدعمه. البطل طلع طاقته والشباب وقفوا مذهولين وبدأوا يصرخوا ايه ده، ليه مش قادر احرك رجلي، ليه الجو برد فجأة كده. ده كله بسببه. بايشو سمعهم وبصلهم بحدة وفكر شوية ناس ملهمش لازمة مش قادرين يستحملوا القوة اللي بتطلع مني. شاور بصباعه عليهم ووقعهم على الأرض وسألوا ساعتها ايه اللي حصل لهم. بطلنا كان بيفكر في حالة العالم إن الطاقة اللي فيه ضعيفة جدا وإن الوصول للمستوى ده هو أقصى حاجة ممكنة، وكان زعلان إن الجد جو مش لاقي مكان فيه طاقة قوية عالية علشان يقدر يعمل طفرة في مرحلة تأسيس البناء. فجأة البطل مسك تلفونه وكلم خالته ويلو، قالت له بلهفة الحق يا ليانا تشانجيان لسه واصل البيت وأخد البنت جي ومش يوم. بايشو سألها راحوا فين، وبعد شوية ظهر تشانجينون وهو ماشي ومعاه بنته بيقول لها أيوة كده يا بنت الشطرة خلينا نمشي أسرع. جي بصت له ببرود وقالت له ماشي هساعدك المرة ديت، بس بعد كده انسى اننا أب وبنته. هو حاول يمثل الحنية وقال لها يا جي ما تبقيش قاسية كده، بس هي نفضت ايديها من كتفها وقالت له سيبني في حالي. هو وعدها انه مش هيتدخل في حياتها تاني ابدا. ووصلوا ساعتها للفندق. بطلنا ساعتها كان وصل لفندق التنين. الامن وقفوه وقالوا له يا استاذ الفندق مقفول مؤقتا. سألهم فين جي. الموظفين خافوا وقالوا لبعض ديت البنت اللي اللورد الشرقي عزمها، ما ينفعش نخلي الولد ده يزعجهم. واحد منهم استهبل وقال مش عارف بتتكلم عن مين، والفندق مش اي حد يدخله، اتفضل من هنا احسن لك. بايشو قال له وسع يا حبيبي من طريقي، بس الامن حاول يمد ايده. وفجأة كذا حارس هجموا عليهم باسلحتهم، بس اتصدموا ان اسلحتهم خبطت في حاجز حماية وما لمسوهوش. بايشو طيرهم بموجة الطاقة بتاعته وهم بيصرخوا من الرعب انت عاوز ايه؟ الفندق ده محجوز لعيلة شرقية ولو دخلت مش هتخلص.
بايشو سأل تاني ببرودة فين جيه، وفي اللحظة ديت ظهر شين شا وهو متعصب وبيقول ايه الدوشة ديت، ايه اللي هيزعج ضيوفنا هنرميه برا. الامن شاور على بايشو قال له هو ده يا باشا سبب المشاكل. شين شا قرب منه وقال له مين الولد اللي فاكر نفسه ده، ارمه في حمام السباحة خلي التعابين تتعشى بيه. بس فجأة واحد من رجالته وشوش له في ودانه يا باشا ده ليانا. صاحب الفندق اتصدم والسيجارة وقعت من بقه وفجأة قلب 180 درجة وضحك وقال يا خبر ده ليانا اخويا، ما اخدتش بالي خالص، نورت الفندق المتواضع. بايشو سأله بوضوح فين جيه، قال له بقى انها في اوضة فاخرة مع اصحابها، وامر رجالته يوصلوه فورا. واحد من الموظفين قال له بس يا فندق اللورد الشرقي مش هيسكت. فصاحب الفندق زعق فيه اعمل ايه يعني، لو ما دخلتهوش عيلة جو هتعمل لي مشاكل، روح بلغهم بكل حاجة علشان نكسب رضاهم. وفي الوقت ده الاب تانشين كان قاعد بيشرب وفرحان وبيقول في نفسه ان كل حاجة ماشية سهلة وان العيلة هترتاح لما يضحي بنته لعيلة دونج فانج ويستريح منهم. فجأة بايشو دخل عليه وقال له البشر دولت زي القطيع ما بيعملوش حاجة ليها قيمة. الاب قال له يا غبي اطلع برا، بس بايشو مسكه من رقبته ورفعه لفوق وقال له الاب اللي يخون بنته مالوش مكان عندي، انت هتموت على ايدي. ورمى الاب في الحيطة وقال له امشي من وشي. الاب شاف بطلنا كأنه بقى وحش او شخص تاني خالص. اما يوان فكان قاعد مع جيو بيحاول يلمس وشها وبيقول لها عينيكي زي الالماس يا جيا، انا اتجننت لما شفتك. هي زقت ايده وقالت له ما تلمسنيش، حاول يبتزها بان ابوها ممكن يأذي امها لو ما سابتلوش نفسها، وحط لها ماده مخدره في الكيس بتاعها علشان تقع في حبه، وكان مستنيها تشرب علشان تبقى ملكه. فجأة الباب اتخلع وبطلنا دخل وقال له انا جيت علشان جيا. يوانو بقى اتجنن وقال يا غبي انت فاكر انك هتبوظ خطتي، وحاول يهاجم بايشو بطاقه من صوابعه، بس بايشو طمن جيو وفجر الطاقه المرعبه اللي طيرت يوان لدرجه انه اتخبط في الحيطه ونزل دم من بقه. هنا ظهر لي كوان وهو حارس من المستوى التاسع وحمى يوان بدرع معدني وقال له يا باشا الولد ده مش سهل، اهرب انت وسيب لي المهمه ديت. يوانو كان بيصرخ مش هرتاح غير لما قطع راسه. ليو كون حول ايده لسلاح ناري وبدا يضرب بجنونه، بس بايشو كان بيتفادى الرصاص بسهوله جدا وكان شايف حركاته ديت مجرد تقليد لاساليب الزراعه الحقيقيه. بايشو قرب منه وضربه ضربه واحده بس في صدره، فليو كون حول نفسه ساعتها لزراع حاده، لكن بايشو قلبه ورزعه في الارض. ساعتها ليو كون استخدم كل قوته من تاني وحول جسمه لمدفع وضرب قذائف، بس بايشو بقى مسك الرصاص بين صوابعه وقال له بطيء جدا. بايشو اداله ركله قويه طيرته وظهر وراه في ثانيه وضربه بشعاع طاقه خلاه يخترق الحيطان. ليو كان هيموت من الرعب وسأل جبت القوه ديت من هنا، واستخدم حقن الطاقه محرمه بتزود القوه بس بتموت صاحبها، وجسمه بدا يتغير وعيونه احمرت. بطلنا استدعى كلب الحمم عشان يهاجمه. ليو كان فضل يضرب رصاص وقنابل، بس في الاخر بطلنا ظهر وراه واستخدم اسلوب سيف شيشوانا، والضربه جت في نص راسه بالظبط واخترقت قلبه، ووقع ليو كان ميت في ثانيه. بطلنا ساعتها بيفكر وقال ان العداله والزراعه مش هتنتهي ابدا، وجي جريت حضنته وهي بتترعش من الخوف وطمنها وقال لها ان مفيش حد هيلمسها بعد كده. وبعد شويه بنشوف يوانو وهو مصدوم ان حارسه القوي اتغلب، والحراس حصلوا بطلنا وجي ساعتها. وفي اللحظه دي ظهر جوين الجد وقال ليوانو لازم تخاف على عيلتك يا شاطر. يوانو اتصدم وقال له ايه اللي جاب عيله جو هنا. الجد جوين اعتذر لبطلنا وقال له حقك عليا ان شويه ناس زباله زي دول ضايقوك، خد الانسه جي وارتاح وسيب الباقي عليا انا هربهم لك. بعد انقاذ بطلنا لاخته وتدخل عيلة جو لوقف القتال، بايشو بيقرب من يوان وبيقول له ببرودة انت محظوظ النهارده انك لسه عايشه. يوان رد بغله بص على اللي مستخبي ورا عيلة جو وعمال يتكلم عن النجاة. هنا الجد جوين اتدخل وقال بحزم ليان انقذ حياتي قبل كده، فاهانتك هي اهانه لعائله جو كلها وشكلك محتاج تتربى تانية. فجأة الحراس مسكوا يوان اللي فضل يرفص ويصرخ يا سيد جو ليه الخاسر ده مهم عندك كده، عيلتنا طول عمرها بتتعاون معاك، هتخسر كل ده علشان حته عيل. الجد رد عليه بمنتهى القوه ازاي عيله دونج فانج تبقى شركتنا اصلا، ليان هو الوارث الجاي لعيله جو. يوان اتصدم مش مصدق ان الجد جو واخد صف الولد ده بجد. الجد كمل كلامه وقال لو عيله دونج فانج اعلنت الحرب فاحنا جاهزين، والاحسن ليكم تفكروا كويس قبل ما تعملوا اي خطوه. الحارس مسك يوانو من شعره ويوانو كان بيغلي من جواه وعارف ان
الخناقة مع عيلة جو هتبقى مصيبة، وإن أبوه كبير العيلة هيعاقبه وهيشيله من إدارة البيزنس بتاعهم. الحارس اداله بوكس في وشه خلاه يصرخ ويقول بذل: يا سيد جو أنا آسفة، مش هعمل كده تاني. الجد رد عليه: إهانة ليان مفيش فيها سماحة، وده درس ليك. وبعد شوية يوانو من كتر غله رمى كاس في وش تاشكان أبو جيا وهو نايم على سرير المستشفى، وقال له: انت ما كنتش تعرف ان ليان يبقى ابن طليقتك ولي علاقة قوية كده بعيلة جوا، ليه ما بلغتنيش يا زفت انت؟ تشانجيان رد عليه وهو خايف: والله ما كنت اعرف، ده لسه مبلغني ان العملاء كنسلوا طلباتهم وعائلتنا خسرت كتير بسببه. يوانو كان هيتجنن من عيلة جو ومن ليان، وقال انه كان نفسه يشوفهم بيتعذبوا. تشانجيان قال له بمكره وهو بيصب ميه: يا باشا مقامك عالية وما ينفعش توسخ ايدك، وعيلة جو مش سهلة، بس احنا ممكن نخلص من ليان بايد حد تانية. يوانو فهم قصده وابتسم بشر وقال له: بالظبط كده، لازم نبعت ليان للقبر بتاعه. وفي الوقت ده جي كانت في الحمام ومعاها كلب الحمامة، وبتحكي معاه ان ليان اتغير وبقى قوي جدا وما حدش قادر عليه، وان قدراته بقت غريبة ومرعبة. بايشو كان قاعد بيقرأ وسمع الصوت ورا الباب، فكر ان هما بعتوا حد يقتله، بس حس ان نفس الشخص اللي بره دافي مش غدار. فتح الباب ولقى ليكون الحارس اللي هزمه واقف ودايس على جثث الحراس اللي كانوا بيراقبوه. ليكون نزل على الارض وصرخ: يا سيدي ليا، قدراتك مرعبة وقلبك طيب لدرجة انك ما قتلتنيش، انا سبت عيلة دونجيفان وعاوز ابقى خادم تحت رجليك. بايشو قال له: انا بس مش عاوز اوسخ ايدي بدمك. ليو كان مسك في البيت وترجاه يديله فرصة، وقال له انه من صغره بيحب قصص الابطال وشايف ان بايشو اقوى معلم في العالم وعاوز يبقى زيه. ووصل بيه انه خبط راسه في الارض وقال له: يا تخليني خدمك يا تقتلني. بايشو فكر ان ليكون بنيته قوية وممكن ينفعه، فقال له: خلاص خليك حارس على الباب وده اول امر ليك. جي ساعتها خرجت وسالت مين اللي كان برا. ليان قال لها: ده ليكون هيحميكي وانا مش موجودة. فجأة تنزهين حفيدة الجد جوه وصلت ومعاها شنطة هدايا من جدها. ليان شاف الاسلحة اللي فيها وقال انها مش قد كده بس ممكن يطورها، بس ناقصه كورة. تنزهين قالت له ان جدها عنده مسبك في محل التحف بتاعه ومحطوط في مكعب سحري ولازم هو اللي يروح يفتحه بنفسه. ليان قرر يروح فورا، وجي كانت خايفة عليه بس هو طمنها. تاني يوم راحوا المحل والموظف مينج استقبلهم، وبايشو بص على التحف اللي في المحل وقال لمينج: كل ديت زبالة ارميها. مينج اتصدم لان ديت كنوز المحل، لكن بايشو كمل طريقه لمكان فيه طاقة قوية جدا. مينج صرخ: يا فندم بلاش تلمس المكعب ده، انا صرفت عليه كتير علشان اختمه، لو اتفتح الدنيا هتخرب. بايشو ما سمعش كلامه وضرب موجة طاقة دمرت الختم فورا. فتح المكعب وفجأة طلع منه قوة مرعبة بتضحك بصوت عالية وبتقول: انا جعانة عاوز اكل مخ. مينج وقع على ركبه من الرعب وصرخ: خلاص ضعنا. القوة هجمت على بايشو وهي بتقول: مخك ده بتاعي. بطلنا ببرود استخدم اسلوب سيف لينجو التاني، فالقوة صرخت وانكمشت وفضلت تصرخ: مخ بيوجعني. بايشو بص لها وقال لها: تخدميني ولا تموتي؟ القوة استسلمت، وفي اللحظة ديت بايشو حس ان فيها حد بيراقبه وشاور بصبعه وطلع واحد من السقف كان بيحاول يقتله. الواد وقع وقال له: سامحني بالله عليك. بايشو سأله: مين اللي بعتك؟ الواد حاول يهرب وقال له: اهدى وهفهمك كل حاجة، وراح رامي شبكة عنكبوت لفت حوالين رقب بطلنا. تيشان صرخت بخوف والقاتل ضحك وقال: يا غبي ما تستهينش بالعدو ابدا، هقطع راسك واخد المكافأة. بس فجأة استغرب وقال: ايه ده؟ ليه ما بتتقطعش؟ ده شبكتي اقوى من الفولاذ. البطل قال له ببرود: وريني قدرت تعمل ايه. وفي ثانية واحدة القوة طلعت من المكعب وهجمت على القاتل وهو بيصرخ: مخ عاوز مخ. الولد اترعب والقوة اخترقت جسمه، والبطل قال له: انت بقيت خادمي دلوقتي وعادتك القديمة ديت لازم تنساها. البطل وطى جنب القاتل وشاف رمز على ايده. مينج اول ما شافه صرخ: ديت كنيسة عبدة الوحوش، ديت منظمة قاتلة بقالها آلاف السنين، ما بيهابوش حد وما بيقبلوش اوامر غير من تقال قوية، دول مجانين ومستعدين يعملوا اي حاجة. وسأل البطل: يا فندم انت عاديت مين؟ البطل رد بكلمة واحدة: دونج فانج. تنزهين اتعصبت جدا واتصلت بجدها وقالت له: ازاي بعتوا قاتل اخويا؟ انا هبلغ جده فورا. وعيلة جو قررت ان الموضوع ده مش هيمر بسلامة. وفي بار يوانو كان قاعد مع بنتين وبيقول لليانا: ديت حاجة مش شخصية، انت اللي جبته لنفسك. فجأة حراس دخلوا وخدوا بالعافية وهو بيزعق: انتوا مين؟ ازاي تخطفوني؟ عيلة دونج فانج هتقطع رقبتكم. بس اول ما بصوا قدامه في العربية شاف شين يوان كبير خدم عيلته. وصلوا لضيعة عيلة جوا، وشين يون جره من شعره ورماه على الارض وحط رجله
له على راسه. يوانو اتجنن، انت بتعمل ايه يا شين يون؟ قال له لازم تفهم نتائج افعالك وتحترم عيلة جو، لولا ان رئيس العيلة خايف عليك ما كانش سلمك ليا كده. شين يون قدم اعتذار رسمي لعائلة جو وركل يوانو ركلة قوية خلاه يصرخ من الألم. جه ان الجد قال من البلكونة ان عيلة دونج فونج مش هتكرر الحركة دي التانية. وفي العربية شين يون بلغ يوانو ان ابوه مش شايفه كفء انه يمسك الشغل وطرده من العيلة. يوانو اتجنن ورمى اللوم على ليان وحلف ان هيقتل الكل لما يرجع. وعلى الجانب الآخر البطل بدأ يصهر الأسلحة القوية بتاعته، والقوة اللي هو حبسها كانت عمالة تقول له عاوز أكل مخ. البطل عمل سلسلة وحطها لجي في رقبتها وقال لها ديت هتحميكي وأنا مش موجودة. ليو كون كان واقف ساعتها على الباب، والبطل اداله حاجة تساعده في تدريبه وقال له لو غلطت حياتك هتكون على المحك. وبعد شوية راحوا لضواحي مدينة كينج كانجو. تانجو قال له يا فندم الغراب الأسود ده حلقة قتال تحت الأرض، وصاحبها غريب الأطوال وما بيحبش عيلة جو. تنزهين قالت للبطل يا اخويا ادخل الاطوال وانت مطمنه، احنا هنسد معاك. بطلنا حس ان هم طيبين بس غلابه، فمسك تنزهين من كتفها وخبط تانجو في صدره، وفجاه طاقه مرعبه طلعت وتانجو بقى نار. صرخ في الاول بس بعدين حس ان النار ديت ما بقتش بتحرقه وبقت جزء منه، وهدومه اتقطعت من قوه العضلات. بطلنا قال له انا فكيت الاختام اللي على طقطقه ديت مكافاتك لليوم. وفي حلبة الغبار الاسود دخلوا المكان وكان مليان بلطجيه ومحاربين. تانجو بيحذر بطلنا من الناس اللي لابسه اسوره حمراء لان دولت قتله محترفين. واحد بلطجي ساعتها حاول يضايق تنزهين فبطلنا بيرمي بعيد. واحد اسمه لوسان معاه سور احمر حط ايده على كتف بطلنا وقال له انت جديد هنا، انزل واعتذر احسن لك. هنا ظهر شيان نانا رئيس الحلبة وهدى الدنيا وقال ان دولت ضيوفنا. بطلنا قعد معاه وشيانان عرض عليهم مشروب. بطلنا كان حاسس ان في اثر سحري لمعلم هنا قريب من المكان، ولكن تانجو كان بيحاول يتكلم معاه وطلب من بطلنا يشارك في القتال. وشيان نان وافق بس حذرهم ان القتال للموت. بطلنا غمض عينه وركز وحس بوجود اثر بيسرق الارواح. احجزوا لمكان انا داخل الاطلال، مش هنخذلك يا فندم. البطل مشى وهو بيفكر الاول لازم اتعامل مع الاثر السحري اللي موجود. وفي الخلفيه كان الجمهور في الحلبة بيصرخ بجنون اقتلوا اقتلوا. بطلنا ابتسم وافتكر ان من زمان والمعلمين كانوا بيقتلوا بعض كده والناس كانت بتتبسط. حلل الموقف بذكاء وعرف ان الاثر القوي اللي هنا ده بيسرق القوه اللي موجوده، بس في نقطه ضعيفه ما بيقدرش يسيطر على بقايا القوه كلها، فقرر يدخل بجزء بس من قوته علشان يبقى فمان. وقال ديت مساله بسيطه. وفي ثانيه واحده بطلنا طار ودخل الاطلال اللي تحت الحلبة وفضل يفكر المعلمين بيبنوا الاماكن ديت في حتت فيها طاقه مركزه علشان الزمان ما ياثرش على الكنوز اللي فيها، بس ليه الاثر ده عمال يقل كده. فجاه لقى تمثال بدا يتحرك وفهم ان المعلمين كانوا عاملين حسابهم ان في حد ممكن يسرق القوة اللي هنا، فسابوا حراس. البطل بص لهم باحتقار وقال حتى الوحوش زيكم كده مش هيقفوا في طريقي، واستخدم اسلوب صدة الليتشيا وفجر طاقة طيرت كل اللي قدامه، وكان هدفه يوصل لعمق الاطلال علشان يلاقي السلاح الاصلي. وهو ماشي هجم عليه وحش بيسرق القوة. البطل مد ايده بكل ثقة قال انزل تحت، واستخدم اسلوب سيف لينجنونج التاني طريق اللعنات. الوحش ساعتها بيقع ميت في مكانه. البطل كان بيدور على قلب التشكيل لحد ما سمع صوت بنت بتستغيث. لقى شيان جنينجا مربوطه بسلاسل في نص دائره قويه، كسر السلاسل وحررها، والبنت قامت مخضوضه وشكرته وقالت له انت مين؟ بابا اللي بعتك. بطلنا قال لها بجموده لو عاوزه تعيشي ارجعي لجسمك فورا. هي بصت له باعجاب وقالت له في سرها رغم انه بارد بس هو شكله كويس. وفي نفس الوقت ده جسم البطل الحقيقي كان قاعد بيراقب الحلبة. المذيع ساعتها اعلن عن ماتش مرعب بين الاخوات موت شيان ضد ولاد عائله جو تانجو وتنزهين. الجمهور اتجنن ايه اللي جابوا ولاد عائله جو هنا؟ ده هيموتهم. والكل راهن بفلوسه على الاخوه الاخوات كانوا شايفين تانجو واخته مجرد عيال فرافير ومش قد القتال، بس تانجو قال لاخته ما تخافيش المعلم ساعدنا والنصر مضمون. القتال بدا وتانجو استخدم النار المراوغه وضرب هجمات نار قويه، بس موتشان كان سريع جدا لدرجه انه بقى اسرع من الصوت، وضرب تانجو ضربه قويه ورمى عليه طاقه ظلماء خلت تانجو مش قادر يقوم. هجمت على تنزهين بحجاره ووجعتها، والجمهور كان بيشجع وعاوزين يشوفوا دم. الراجل العجوز اللي قاعد جنب بطلنا قال العيال ديت خسرت خلاص، لكن بطلنا بيرد ببرود النتيجه محسومه بالفعل. موتشيان افتكر انه خلص على تانجو قال له لعبتك خلصت يا ابن الاكابر، سلاحي مسموم وانت كده هتموت. بس تانجو قام وركع وقال له لو مكانك ما تثقش في نفسك كده،
واستخدم طاقة النار. تانجو ولع في الأرض كلها وموتشيان صرخة ازاي السم ما أثرش فيك؟ سم السوق السوداء ده ما يقتلنيش، ناري أسرع منه. والجمهور اتصدم لما ولاد عائلة جوا كسبوا القتال واللي راهنوا عليهم بقوا أغنياء وقفلوا ديونهم. صاحب الحلبة نانان دخل يبارك لولاد عائلة جوا بس قال لهم إن في تحدي من صاحب الصور الأحمر ليليانا. تانجو تعصب، احنا وفينا بوعدنا، ليه عاوز تدخل المعلم الحلبة؟ نانان قال له ديت قوانين الحلبة، صاحب الصور الأحمر ليه الحق يتحدى أي حد هو عاوزه. البطل وافق بمنتهى الهدوء ولبس السوار قمع القوة ودخل الحلبة. الموظفين اللي بيراقبوا الشاشات استغربوا إن قوة ليان فوق المعدل الطبيعي بمراحل. المذيع ولع الدنيا، يا جمهورنا معانا وحش جديد ليليانا ضد الوحش شان الدموية. شان جرح ايده وطلع منه كام نقطة دم وقال للبطل قابلتك تاني يا ولد. القتال بدأ وبطلنا عمل حجز حماية وشان بدأ يهاجم بالدم المتفجر، بس بطلنا استخدم اسلوب سيف لينجو التاني وخلى الحجارة تطير في الهواء. شان استغرب من قوة بطلنا، الحجارة انفجرت وطلعت كمية دم رهيبة وجرح بطلنا جرح صغير في خده. شان اتجنن وقال انا ملك اللعبة ديت مفيش حد هيهزمني، واستخدم الدم اللي نزل من وش بطلنا علشان يقتله. تنزيهان وتانجو صرخوا من الخوف وافتكروا ان بطلنا مات ومخه اتمسح في الارض، بس فجأة بطلنا ظهر من وسط الدخان وقال بكل برودة انت امتع مما توقعت. شان كان هيموت من الصدمة، ازاي لسه عايش؟ بطلنا قال له اي حد غيري كان هيموت، بس حظك وحش انك قدامي. واستخدم سيف شياو ووجه ضربة قاضية لشان خلاه يرجع دم ويقع ميت على الارض. المذيع صرخ بسهولة الفايز هو ليليانا. بطلنا مشى وهو بيفكر في ذكريات القتال القديمة وقال دلوقتي وقت الاطلال. الجمهور كان مصدوم وزعلان على فلوسهم اللي خسروها، بس عرفوا ان في نجم جديد ظهر للحلبة بتاعتهم واسمه هو ليان. يوانو كان بيراقب الحلبة وهو بيغلي وبيرمي نضارته وبيصرخ ان ليان لازم يموت. وتنزيهان جريت على بطلنا وهي ميتة من الفرح وبتقول له يا اخويا انت قوي جدا مفيش حد قدر يغلبك. تانجو كمان كان بيبص لبطلنا باعجاب شديد وبيقول له يا معلم انا بجد مبهور بيك وعمري ما هقف ضدك ابدا. بطلنا لبس الجاكيت الجديد ببرود ورد عليه في المستقبل انت واختك هتوصلوا لمستويا. تانجو صرخ بحماس انه هيشتغل ليل نهار علشان يوصل لده، وتنزيهان استغربت وسالته بتتكلم بجد؟ بطلنا غمض عينه وفكر ان مهارات شان كانت كويسه وان القتال معاه خلى دفاع جسمه يتطور بشكل ملحوظ، وعلشان كده فهو عاوز يطور الكل. وصلوا ساعتها لمكتب نان صاحب الحلبة اللي قرب من بطلنا وهو مبهور وقال له يا سيد لي انت قريب من الامبراطورية، ازاي قدرت تهزم اقوى مقاتل في اصحاب الاسورة الحمراء؟ تانجو قطعه وقال له يا سيد نان انت ناسي انك مديون لينا ولا ايه؟ نان رد بسرعة ابدا اتفضل ورايا، وفتح باب ورا الشاشة ونزل بيهم بسلم سري لغاية ما يوصلوا للاطلال. وهم نازلين نان اعتذر لهم وحذرهم اي حد يدخل المكان ده كان مصيره الموت. بنتي شيا نانجي نينجي دخلت في غيبوبة وصرفت ثروتي على الدكاترة ومفيش فايدة ولسه ما فاقتش. البطل بتاعنا قال له ببساطة بنتك بقت كويسة. نان اتصدم بتقول ايه يا سيد لي؟ وفي اللحظة ديت جاله تليفون بلغه ان بنته فاقت من الغيبوبة. نان كان هيتجنن من الفرح وما كانش فاهم ليان عارف ازاي وسأله هو انت اللي انقذتها؟ بطلنا كمل مشي وقال له روح لبنتك دلوقتي انا عارف طريق كويسة. نان شكره بحرارة ومشى، وتنزيهان سألت اخوها هو لحق ينقذها امتى؟ تانجو رد عليها قوة المعلم فوق مستوانا فمش عاوزين نفكر كتير. وفي المستشفى شان وحش الدم شال المحالين من ايده وهو بيغلي. ليان لازم يموت. الدكتور حاول يوقفه بس يوانو دخل عليهم وقلع الماسك والكاب وقال له شكلنا كده عندنا عدو مشترك، ايه رأيك نحط ايدينا في بعض علشان نقضي عليه؟ وعند الاطلال تنزيهان كانت قرفانة من الريحة، وتانجو لاحظ اثر خناقة مرعبة وقال شكل المعلم كان هنا قبل كده. بطلنا وجه السحر بتاعه وقال لهم ان النظام اللي هنا بايظ ولازم ينزلوا لتحت اكتر. فجأة ظهرت جمجمة عملاقة وظهرت طاقة وبطلنا بص لها بس فالجمجمة اتشرخت واتدمرت في ثانية. تنزيهان اتصدمت وقالت له ده انت قتلتها بنظرة. شان ويوان كانوا بيراقبوا من بعيد هما كمان وشان استغرب من المكان. مش مهم المكان، المهم ان هو يموت هنا. وجي وقت استخدام الكارت الكسبان وشاور على حارسين ليفل 9 قوتهم مجهولة. بطلنا وهو مكمل مشي تنزيهان لاحظت ان ريحة الطاقة بقت بتزيد والبطل اعجب بحساسية الطاقة عندها. فجأة بقى ظهرت ارواح حارسة والبطل قال لهم يستخبوا وراه وفهم ان المعلمين اللي قدام بيستخدموا القوة ديت كحراس. دخلوا اوضة مليانة اسلحة قوية وتنزيهان سمعت صوت من صندوق بيقول ساعدني وحررني. اول ما قربت روح مرعبة هجمت عليها وقالت الجسم ده بقى من
ملكي خلاص. بطلنا ضرب شعاع طاقة في صدر تنزيهان طرد الروح ديت منها ولقى حاجة من اليشبه وعرف انها تبع طائفة الدم، واستغرب ان الطائفة ديت موجودة في العالم ده زي عالمه القديم. وفجأة حصل انفجار ودخل شان مع الحراس وقال يا ولد انت هنا مفيش حلبة مش هرحمك. بطلنا عمل حاجز حماية لتانجو واخته وامرهم يفضلوا مكانهم. شان ضرب قذائف الدم بس بطلنا تفاداها بسهولة وفجرها. تانجو زعق يا غشاش جايب رجالتك علشان تخلص على المعلم بتاعي، ده انت هتموت. بطلنا ساعتها لاحظ ان الخصم قوي يستاهل يستخدم قوته الحقيقية قدامه، وفكر ان القتال ده هيخلي طاقته الحقيقية تنفجر وتطور زراعته لمستوى اعلى من اللي هو فيه. شان ساعتها ضرب قذائف بدم بتتفجر لما تتجلط، فبطلنا بقى استخدم اسلوب سيف لينجونونج الرابع الابادة، وهجم عليه حراس شكلهم غريب وسببوا لليان جروح بسيطة وانفجارات في ظهره. يوانو كان بيراقب من ورا الحيطة وشمتان. شان ساعتها كان فاكر انه هيهزم بطلنا بطاقة الدم اللي ما بتخلص، بس بطلنا استخدم الاسلوب الخامس ضوء القمر وقطع الحارس ليفل 9 نصين وقلب برود. لو ده اخرك يبقى انا هنفخك دلوقتي. الكارت الاخير والنهاية. شان ضحك وقال انه من غير سوار القمعة يقدر ينفجر كأنه بركان، وحاول يضرب رصاصات كهربائية خارقة للمادة، بس بطلنا بفرقات صباع واحدة استدعى كلب الحمم اللي حرق المكان بالنيران بتاعته. شان حاول يحمي نفسه بحائط ثليجي بس النار كانت اقوى. الحراس بتوعه هربوا واتحرقوا، وشان في لحظة يأس قرر يفجر نفسه علشان ياخد بطلنا معاه. حصل انفجار مهول وتنزهين صرخت بخوف، بس البطل طلع من وسط الدخان وقال لسه في واحد ناقص، وشاور بصبعه جوه الانفجار ناحية يوانو اللي كان مستخبي. يوانو وقع على الارض ونزل وبدأ يعيط ويشحت الرحمة. يا ليان انا غلطان هبقى زي الكلب تحت رجليك، بس سيبنا عايشة. البطل سابه مشى من جنبه ببرود، ويوانو افتكره عبيط وجرى علشان يهرب وهو بيشتمه في سره، بس فجأة القوة اللي في المكان هجمت عليه واكلته وهو بيصرخ. تانجو قال الاشرار دايما بياخدوا جزاءهم والمعلم بس مش عاوز يوسخ ايده بدمه. بطلنا ساعتها وصل لتمثال على شكل كباشة وفي راسه سيف مغروز. السيف ده كان مصنوع من كريستالة النيازك وقيمته ما تتقدرش بالمال. اول ما بطلنا مسك السيف دم كتير بدأ ينزل من الجمجمة ويملى المكان. تنزهين خافت وافتكرت انه وفخ، بس بطلنا ببرود رمى نفسه في وسط سيل الدم ده، وتانجو نط وراه وهو واثق ان المعلم مسيطر على كل حاجة. بطلنا فضل يغطس لتحت اكتر واكتر لحد ما نزل في المنطقة بتاعة الدم، وهو ماشي هناك فضل يفكر ان المكان ده المفروض يكون منبع الطاقة في العالم كله، بس استغرب ان الطاقة فيه مش قوية زي ما كان يتخيل. مد ايده لقى وردة بتطلع بس في المكان اللي طاقته عالية، بس لقاها دبلانة، فعرف ان في حد حط ختم حبس الطاقة ومنحها انها تمشي في المكان. رفع ايده بطل الوردة وخلى اوراقها تطير، وقعد يسأل نفسه من القوي اللي قدر يقفل المحبس بتاع الطاقة ديت. واول ما لمس رسمة على الارض الدنيا اتهزت ولقى نفسه قدام وحش مرعب من المستوى التاسع. الوحش صرخ فيه اللي هو بناحية الارض مصير الموت. البطل لاحظ ان الوحش ده ذكاؤه مش بطالة وسأله انت خادم عند مين؟ الوحش ما نطقش ونط في الهواء وهجم عليه ساعتها. بطلنا اتفاداه بسرعة وعرف ان الوحش ده مجرد آلة بتنفذ اوامر سيدها اللي قفل الطاقة. بطلنا قرر يطهر الوحش، استجمع قوته وعمل دراع حماية، وبالسيف المكسور بتاعه بدأ يقطع في جسم الوحش، والوحش كشر عن انيابه وطلع ازرع اخطبوطية حاولت تكتفه، بس بطلنا كان اسرع وقطعها كلها. البطل قعد يفكر ان مزارعين الارض اقوياء، بس مزارعين العالم التاني دولت اساطير ما سمعناش عنهم غير في الحكايات، وافتكر انه في العالم اللي فات اتعلم تقنية امواج الارض اللي محتاجة طاقة نقية جدا، وعرف ان الجو كان صعب والطاقة قليلة، ولكنه صمم انه مش هيرجع خطوة لورا. بدأ يضرب الوحش في عينه ولاحظ ان كل ما الوحش يتصاب الختم بيضعف اكتر. جسم البطل بدأ يمتص طاقة الختم وكان حاسس انه ممكن يتفرتك من قوة الضغط، بس قال لازم احقق هدفي، وبضربة سيف اخيرة ومعاه نسخة قوية منها خلصوا على الوحش تماما. البطل بص لايده ولقى نفسه قدر يتقن امواج الارض وبقت قوته مرعبة اكتر من الاول بكتير. وفي ذلك الوقت تنزهين واخوها حسوا بريحة قوية والورد ملا المكان، وعرفوا ان المعلم عمل حاجة عظيمة، والجد جوين كان قاعد بيشرب ورايق كأنه كان مستني اللحظة ديت. اما دونجي فان يوان فكان قاعد مع واحد اسمه جيوانجو بيعمل بيزنس في الادوية. فجأة جاله خبر ان الجهاز اللي في جسم ابنه يوان شوا وقف، فعرف انه مات. ممسكش اعصابه وحلف انه هيقتل عائلة جو كلهم لما ينضم للمنظمة الكبيرة اللي بيحاول يخش فيها، بس قدام الضيف عمل نفسه مش مهتم وقال شوية كلاب بيعملوا مشاكل وهبعت اخلص عليهم. وبعد كام
كام يوم البطل كان بيجمع طاقته، فجأة ظهر صندوق طلع منه بنت اسمها شويو وقالت أخيرا الحرية. استغربت لما شافت بطلنا وقالت له مزارع من ليفل الأرض، أنا لو كنت شاطرة كده ما كنتش وقعت في المشاكل ديت. بطلنا خبط على الأرض فخافت وقالت له أنا القطة المشهورة. بطلنا سألها دخلت هنا ازاي؟ قالت له والله ما أعرف، أنا صحيت لقيت نفسي محبوسة في الصندوق المعفن ده وفجأة تحولت لقطة ونطت عليا وقالت له خليني رفيقتك في السفر، أنا قطة جميلة وهبقى مفيدة ليك. بطلنا بصلها ببرود وقال لها غوري من هنا وطلعت طاقة طيرتها بعيدة، بس هي صممت وقالت له القطة ما بتغلطش في اختياراتها، انت المعلم صح؟ البطل افتكر ذكريات قديمة وانها ممكن تساعده يعدي الكوارث، فمسكها من ودانها وقال لها لو ساعدتيني اعدي المصايب اللي جاية اوعدك انها خليكي تعيش اكتر، وهي وافقت فورا بالكلام ده. تنزهين وصلت ساعتها للمستوى الرابع وبقت فرحانة جدا، واخوها تانجو استغرب وقال هي اختي عبقرية وانا فاشل ولا ايه؟ فجأة تمثال الكباش بدأ ينزف دمه وبطلنا ظهر ومعاه البنت الجديدة شويو. شويو ردت بدلع انا رفيقة المعلمة. تنزهين غارت شوية وقالت رفيقته ازاي يعني؟ قعدوا ياكلوا وشويو بقى كانت مبهورة بالاكل بعدها. تانجو سأل بطلنا بخوف انت عرفت اللي حصل ليوان شو؟ خايف ينتقم من الانسة جي والانسة يورون. بطلنا طمنه وقال له ما تقلقش كله هيبقى تمام. وفي مكان تاني ليكون كان واقف سد قدام قاتل مأجور وقال له اللي بتدور عليه مش هنا، والقاتل رد عليه كده بتبدأ تكذب عليا. ليكون شاور بصباعه وقال له لو مش هتفهم بالذوق هفهمك بدراعية. القاتل هجم بسلاحه وهو بيزعق هوريك مقامك نصل هيخرمك. ليكون عمل درع صد الهجوم، فالقاتل طلع مسدسه وقال له المهمة تمت بنجاح وضرب النار. الاتنين قوتهم قريبة من بعض بس القتال جرح ليكون في دراعه بسلاح معدني غريبة وقال له الجرح ده مش هيلم بسهولة ما تفرحش قوي. ليكون جسمه تحول لدرع معدني تقيل وبدأ ينهج ويزعق فيه. وفوق السطح بطلنا والقطة شويو بيتفرجوا معاه. القطة قالت له بملل المفروض كنت خدت تعسيلة، المجزرة بدأت والضخم ده ليكون شكله هيتفنش، مش هنساعده ولا ايه؟ بطلنا رد ببرود مش محتاج مساعدة، اللي ما يقدرش يهزم حد في نفس قوته مالوش مكان يمشي ورايا. القاتل ساعتها ضرب ليكون في صدره وقال له مفيش فايدة من الدفاع روح في داهية. ليكون بدأ يكح الدم وفي اللحظة دي تفتكر أمه وهي بتطبطب عليه زمان وبتقول له يا ليكون الواحد بيبقى قوي لما يحمي أغلى حاجة عنده، الاستمرار هو طريق النجاح. فجأة عيون ليكون نورت وقال أنا عاوز أبقى أقوى. القاتل استغرب إن سمه ما أثرش عليه وفجأة ليكون استخدم ليفل 10 الغضب المعدنية والدرع بتاعه اللي كان مقطوع رجع ومعدنه بقى أقوى. ليكون اداله بنية طيرته لحد الحيط والقاتل صرخ يا جدع احنا بنحارب بتقطع هدومي ليا. البطل نزل من فوق السطح وهنا مبروك يا ليكون وصلت الليفل 10. البطل مسك القاتل والقاتل قال له انا ما بقولش على اي حاجة اموت وما اتكلمش. بطلنا شاور لشويو وقال لها تعاملي معاه. القطة تحولت لبنت ودخلت القاتل في وهم مرعبة. القاتل لقى نفسه في حمام وقدامه واحدة اسمها خالمية قعدت تلمس ودانه وتقول له انت في الجنينة يا حبيبي. هو صرخ خالمية انت مش سافرت بدري؟ قالت له انا هنا علشان اكافئك، لولا انك جرجرته الفخ ما كانش ليان مات. هو مصدق ان ليان مات وقعد يتفشخر بشطارته وان الرئيس هو اللي خلاه القاتل رقم 1. خالمي فضلت تسايره لحد ما قالت له جسمك بيقول انك لسه عايزني، استطعم اللحظة ديت علشان ديت اخر لحظة في عمرك. وفجأة عيونه قلبت وخلصت عليه. ليكون شاف جثة القاتل واستغرب مات ازاي وهو كان بيضحك. شويو قالت له ديت كانت بسيطة وبلغت بطلنا ان القاتل ده تبع منظمة بلاك ووتر ورئيسهم هي خالمي ديت وملهاش علاقة بعيلة دونج فانج خالص. بطلنا ربع ايده وقال لها روحي هاتيلي قرار المنظمة ديت من الالف للياء. وفي مدينة تشينج رجالة بلاك ووتر كانوا بيوزعوا كريستالات قوية. فجأة حصل انفجار ودخل بطلنا وقال لهم وقت التنظيف جه يا شوية عيال. شويو قعدت تضرب فيهم وبتقول لهم يا ضعفاء ضحكتوني. واحد ضرب عليها رشاش فتفادت الرصاص بسهولة وقالت انا شايفة خط سير الرصاص مجهودك ضاع انا جعت وعاوز اتعشى بيكم. بطلنا دخل لمكتب الثعبان الاعمى رئيس العصابة والثعبان استغرب ان ليان جاله لحد عنده ويطلع سيفه بس البطل صده. فجأة دخلت بنت اسمها مو فانج من عيلة مو الكبيرة. خالة مي مش هنا وانا اللي بدير الليلة. مو فانج هجمت على بطلنا بصناديق خشبية بتحركها بقوتها وقالت له انت جيت تحارب القوة بتاعتي
بسيف مكسور انت كده هتموت. بطلنا قطع رئيسها الخشبية بضربة واحدة، فالبنت اتصدمت وطلعت أسلحة نارية من الصناديق، والبطل تفادى كل ده وخلاها تعترف بقوته. موفنج لما لقت بطلنا جبار قالت له انا استسلمت، انا موفنج البنت التانية لعيلة مو واحنا ممكن نبقى شركاء. الثعبان صرخ بتخونيني يا ست مو، خالة مو وعيلة دونج فانج مش هيسيبوكي. بطلنا ساعتها بضربة واحدة نيم الثعبان وقال له اخرس هتروح ليهم قريبة. وفي مكان تاني البنت شانجي ينج كانت سرحانة وشها احمر بتتخيل ان بطلنا اليام بيحضنها وبتقول يا ترى لحقت اشكره. ابوها ساعتها خبط على راسها وقال لها يا بنت ركزي في مذاكرتك، ليان ده طيار عالي وعلي جو وراه، انت مالكيش حظ معاه. ضحكت وقالت له ما تخافش هخليك تقابله تاني في حلبة الموت. رجالة العصابة ساعتها دخلوا المكتب ولقوا بطلنا واقف والثعبان واقع. سألوا مين ده؟ بطلنا بقى بص لهم وقال عايزين تحاربوا ولا ايه؟ الرجالة بصوا لبعض وفجروا اسلحتهم وينزلوا على ركبهم وصرخوا يا معلم قبلنا نكون خدام عندك. بطلنا بص لهم وقال ناس بتفهم والله. جويري النائب التاني لعصابة بلاكوتر قال ان القانون عندهم في القاعة بسيطة، القوي هو اللي بيحكم على الضعيف. الثعبان الاعمى غلب جويرو بقى هو الزعيم، ودلوقتي البطل بتاعنا غلب الثعبان يبقى هو الزعيم الجديد بقرار من خالمو. بطلنا قعد على كرسي الرئيس وقال لهم ببرودة بلغوا الست ديت ان الزعيم اتغير. مو فانج شافت ان الراجل ده مغرور بس مسيطر على كل حاجة، وقالت في سرها ان خالمو هي الزعيمة الحقيقية ولها علاقة قوية بمنظمة الجناح المظلمة. وجوير اصلا كان بيخطط ان هو يخلص من البطل علشان الكرسي يرجع له من تانية. البطل سأل مو فانج ساعتها انت لسه هنا ولا ايه؟ قالت له ان عائلتها شاطرة في انتاج المواد الخام للادوية وعندهم مناجم كتيرة بس ما عندهمش التكنولوجيا انهم ينقوا الحاجات ديت، وعلشان كده كانوا بيتعاونوا مع الثعبان الاعمى، وطلبت منه يدي عائلتها فرصة تانية. بطلنا وافق وقال لها وريني المواد ديت فينا. قالت له ان هي في كلير بار على بعد 3 ساعات من المكان ده بس احنا محتاجين ترخيص دخوله. البطل قال لها تمام اول ما يجيلك التصريح تعالي لي فورا. البطل رجع والجد جو شكره جدا ان هو رجع احفاده تانجو وتنزيهين سالمين من حلبة الموت وقوتهم كمان زيادة. تانجو ساعتها بياخد بطلنا ليفل فخمة الجد اختارها له مخصوص علشان يزرع طاقته بسلامة والامن فيها عالي جدا. بطلنا مسك المفتاح ولقى ان هو بيطلع بالطاقة بتاعته، فعرف ان عائلة جو بيحاولوا يرضوه بكل الطرق. حب يكافئ الجد جو زي ما هو بيكافئه فحط اصبعه في جبهته وطلع طاقة. الجد وقع من على الكرسي وتانجو خاف بس فجأة الجد وقف على رجليه. الجد كان هيعيط من الفرح لانه كان خلاص فقد الامل ان هو يمشي من تانية، ونزل قدام بطلنا وقال له مش هنسالك جميلك ده ابدا. وبطلنا قال له خليك مخلص ليا وهخليك تبقى اقوى واقوى. وعلى الجانب الاخر خالة مو كانت في حمام السباحة، جالها تليفون وعرفت اللي حصل. واحد معاها سالها في ايه؟ قالت له ولا حاجة، عيل صغير يفتكر نفسه زعيم العصابة وقرر ان هو يتحداني. الراجل عرض عليها يساعدها بس هي رفضت وقالت له انا هعلمه الادب بنفسي. والبطل في الوقت ده كان قاعد يتدرب في الفيلا الجديدة وقرر يصلح سيفه باستخدام لؤلؤة الدم اللي طلعت من القوة بتاعته. استدعى القوة الخادمة ليه وطلب منها تساعده مقابل انها تاخد عقول شان، واستخدم قدرة سحره القديم. والقطة شويو كانت مبهورة بالقدرة اللي عنده. والبطل طلع سيف جديد اقوى بكتير وحاول يجربه بتقنية الاختفاء وضرب ضربة في الجبل عملت شروخ مرعبة بس فجأة طاقته اتسربت منه وقع. شويو ضحكت وقالت له انت لسه ما اتقنتش الاساسيات القوية، طاقتك بتهرب منك لانك بتستخدم طاقة عادية في شغل امبراطورية ولازم تلاقي تعويذة مناسبة قبل ما تعمل الاكسير الذهبية. وفي الوقت ده مو فانج جاته معاها التصريحة واخدت بطلنا وشويو لمزرعة الاعشاب السرية. شويو زعلت لما قالوا لها انها تابعة بس مو فانج صلحت كلامها وقالت لها اللي كانت عاوزاه. وبطلنا دخل الجنينة وانبهر بكمية الاعشاب اللي موجودة ولقى نبتة من ليفل شوال ليفل عالي جدا، وقال ان معلمه القديم كان يضحي باي حاجة علشان نبتة واحدة من دولته. وهو بيحاول يحول الاعشاب لسائل علشان مفعولها يزيد ظهرت واحدة اسمها لو تشين شين زوجة ابن عيلة مو وديت مزارعة قوية جدا. لو تشين صرخت فيهم ازاي تدمروا جنينة عيلة مو، انت بايع عمرك ولا ايه؟ وحاولت تضرب مو فانج بالقلم بس بطلنا مسك ايدها في ثانية واحدة وهي اتجننت وهاجمت عليه بتقنية نفس الشجرة. بس البطل بتاعنا كان بيتفادى ضربتها ببرود وبيقول هو ده بس اللي عندك. هي قررت تستخدم اثر خشبي عندها علشان تزود قوتها وتخلص عليه في ثانية، وقالت له ده اخر يوم في عمرك. بطلنا بص لها ببرود وقال لها انها بتستخدم اثر خشبي علشان ترفع قوتها وقتية بس برضه لسه مستواها تعبان. مو فانج حاولت تهدي الدنيا وقالت للو تشين انها
انها اللي جابته هنا وده مسؤوليتها. بس لوتشين ردت برد جامد: انت مين علشان تقولي لي اعمل ايه؟ انا هقتله هو الاول وبعدين اتفرغ لك. الروح اللي معاه ضربت ريح قويه ساعتها، بس ليان وقف ولا درعه ولا تهزاه. انت ضعيفه بشكل مش طبيعي، وانا ما بحبش اوسخ ايدي بدم الضعفاء، بس بما انك يعني عاوزه تموتي مش همنعك من ده. وراح ضربها بصبعه وطلع برق ورعد صدمها هي والروح اللي معاها، والقوه بتاعتها طارت من ضعفها. لوتشين وقعت مش قادره تتحرك، والبطل قرب منها علشان يحاسبها على نيتها في القتل. مو فانج حاولت توقفه وقالت له بلاش ديت، في ايدها نص قوه العيله واخوها مش هيسكت. بس بطلنا رمى برق عند رجل لوتشين، فصرخت من الالم وقعدت تشتمه وتهدده انها هتقطع عيلته حتت. بطلنا ما حبش التهديد بتاعها وراح ماسكها من رقبتها ورفعها في الهواء لحد ما قطع النفس بتاعها وفرقت الحياه. مو فانج كانت هتتجنن، الجنيه نصها اتدمر ولوتشين ماتت، وقالت خلاص كده نهايتنا محتومه. بطلنا ساعتها بيلمس الجبهه بتاعتها ورجعها تاني من الوعي اللي كانت فاقده، وديت هديه مباشره لمو فانج. رجع بعدها للفيلا لقى الباب مفتوح ودخل بسرعه، لقى تنزهين وجيشي في الحمام وتنزهين بتصوت. افتكر انها في خطر بس طلعوا بيستحموا. القطه شو ضحكت عليه وقالت له انا رفيقتك وممكن اساعدك في اي حاجه. بطلنا قاعد على الكنبه ساعتها وهو لسه تحت تاثير الاعشاب الروحيه، وشو يو شرحت له انه محتاج حبوب طاقه علشان يثبت حالته ومستواه يعلى، وقعدت تدلع عليه وتقول له اكلني الاول وبعدين اقول لك تجيبهم من هنا. وفي اللحظه دي دخلت تنزين وجيشي سال بكسوفه هي ديت شو يو اللي بتساعدك في التدريب. اخذت بطلنا على جنبه وقالت له بوجع انا شايفه نفسي عيب عليك، انت حاربت وحش الدم ووقعت قدام عيله دونجفين وانا مجرد واحده بتستخبى وراك، علمني قوه من اللي عندك. بطلنا رفض يعلمها السوبر باور وقال لها ديت قوه ضعيفه، انا هعلمك زراعه الامبراطوريه. بدا يفتح لها مسارات الطاقه في جسمها وهي توجعت جدا بس استحملت. وفجاه بطلنا اكتشف اكتشاف نادر جدا، وان عندها جذر اثريه، ده هيخليها توصل لمستوى امبراطور والعالم كله يخاف منها بعد فتره. فرح جدا بس قال لها محتاجين العين الروحيه علشان طاقتها تكمل وتبقى اقوى. وفي بيت عائله مو مينج الاخ الاكبر كان بيسخن ابوه على مو فانج علشان خطيبته ماتت. مو فانج ساعتها بتدخل وبتوريهم الكريستاله واللي عين الاب بتطلع من مكانها، وقرر فورا ان هو يصاحب ليان وقال ده كنز مش عند اي حد. الاخ مينج قلب في ثانيه واحده وبقى يقول يا حبيبتي يا اختي قدمي لي الصديق الرائع ده بسرعه. ولما فكرته بخطيبته اللي ماتت قال لها بمنتهى النداله ديت كانت خطيبه مش مراتيه، وعلشان مصلحه العيله لازم نضحي بناس كتير. الاب عاقب مو فانج بالحبس شهر، والاخ اخذ مكانها علشان يتعامل مع بطلنا. الاخبار ساعتها بدات تتكلم عن اختفاء بنت من الكليه، والبطل راح يقابل مينجشيه اللي حاول يمثل عليه الحب، بس بطلنا نفض له وقال له انا بتعامل مع مو فانج بس، ووسع من طريقي بدل ما تحصل خطتك. راح بعدها مع القطه شو يو علشان يدوروا على مو فانج المحبوسه، ووصلوا لمخزن مهجور في منطقه مقطوعه. لقوا ناس كتير محبوسه في اقفاص وكلهم عندهم سوبر باور وقوتهم مختومه. شو يو شمت ريحه مو فانج جوه، وفجاه ظهر رجل الثعبان متعلق في السقف وبص البطل بوجع وقال انا ما كنتش متخيل ان هلاقي وجبه دسمه زي ديت هنا، هات طاقتك وهسيبك تمشي سليمه. بطل بص له ببرود وقال له ما استغربتش ان اشوف مسخ زيك هنا من تانية. ولكن هنا يا اصدقائي تنتهي كل الحلقات اللي نزلت من حكايه بيشو. فلو عجبتك الحكايه ما تنساش انك تدعمنا بلايك واشتراك، وقول لنا في التعليقات نكملها ولا لا. ولو كنت فاضي او مشغول فعاوزك تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وتقول كده كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ودمت في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.